ومع أصعب امتحان كيمستري كيمياء ثانوية عامة جه في تاريخ امتحانات الثانوية العامة. أصعب امتحان كيمياء 2026 أصعب من امتحان 23 وأصعب من امتحان 25. جمهورية مصر العربية كلها طلاب ومدرسين وموجهين أشادوا بأن ده أصعب امتحان. تعالوا ندخل كده ونشوف الطلاب وهم طالعين منهارين من امتحان الكيمياء. بالنسبه لامتحان الكيمياء بتاع النهارده، فده ما كانش امتحان، لا ده كان تخليص حق من الطلبه. انا مش شايف حاجه غير كده. يا اما اللي حاطط الامتحان عنده عقده، هو صغير تقريبا، حب يعقد الناس اللي بعديه مش فاهمه. النهارده قسما بالله بنات كلها طالعه بتعيط، انا كنت واحده من الناس طالعه منهاره. الشباب نفسهم كانوا طالعين يعيطوا من الامتحان، الاهالي نفسها كانت منهاره، والله العظيم الاهالي كانت بتصوت حرفيا. ولما الناس دي حاولت ان هي تطلع تليفوناتها وتصور وتوري الناس قد ايه العيال طالعه مقهوره، وان الامتحان ما كانش ألذ حاجه عشان محدش يجي يرجع يقول لا الامتحان كان كويس، الامتحان كان مش عارفه ايه، لا الامتحان دوت كانش ياخد 3 ساعات، قسما بالله ما كان ياخد 3 ساعات. طبعا لما حاولوا ان هم يرفعوا تليفوناتهم عشان يصوروا، فطبعا الضباط اللي هم واقفين بيأمنوا على اللجان اتعاركوا معاهم وسحبوا منهم التليفونات ومنعوهم حتى ان هم يشتكوا. ويا ريت بقى بيجيبوا الامتحانات ديت الصعبه لحاجه مفيده، لا هم كل ده بيعملوه علشان يشغلوا الكليات الاهليه والكليات الخاصه، فاللي ما يلحقش يجيب المجموع بقى يروح بقى يشوف لك كليه بقى من الكليات الاهليه والكليات الخاصه بتوعنا. بس انا طالعه وهوجه رساله للوزاره وللي حط الامتحان، احنا عارفين احنا تعبنا قد ايه، وان السنه ديت احنا قسما بالله قسما بالله، وانا هتكلم عن نفسي وانا شايفه ناس كتيره تعبت السنه دي، احنا كنا تعبانين قد ايه السنه دي. واحنا مش شايلين مسؤوليه نفسنا بس، احنا كمان شايلين مسؤوليه احلام ناس تانية طفحوا الدم حرفيا علشان يوصلونا لمكانه كويسه. فلو انتوا بتعملوا كده يعني علشان تضيعوا الناس يعني، وعلشان تشغلوا كليات الاهليه والكليات الخاصه وتخلوها تشتغل على قفانا، فاحب اقول لكم ان احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني هننجح غصب عن اي حد. حابه اقول لزمايلي الناس اللي دخلوا حرفيا يعني كانوا تعبانين قد ايه، تعبانين في الماده ديت، ودخلوا لقوا نفسهم ان هم ما ادوش كويس، ولاي حد احب اقول لكم ان احنا قسما بالله ان شاء الله ان شاء الله هنوصل وهننجح. يمكن عادي النهارده ما كانش احسن حاجه، ويعني هم ضربونا ضربه كانت قويه، بس ربنا عادل مش بيظلم حد، مستحيل يضيع تعبك وسهرك ويعني مش عارف اقول ايه بجد، احنا تعبنا، هل ربنا هيضيع تعبك؟ وحتى لو لا قدر الله ما جبناش اللي نفسنا فيه، على الاقل لينا شرف المحاوله، ان احنا عرفنا ان احنا نعافره بشرف تمام ضد ناس قادره شايفه ان هي كانت هي السلطه العليا، ان هي لما تحط امتحان وتصعبه علشان تشغل حاجات وتشغل مصالحها، فاحنا قدام الناس ديت احنا كفايه ان احنا حاولنا ويعني لينا شرف المحاوله. فما تخلوش امتحان زباله زي دوت يخسركم، والكلام دوت ليا قبليكم، هو الواحد بس بتصعب عليه نفسه مش اكتر. على اللي جاي خير يا جماعه ان شاء الله. اضحكوا حبايبي اضحكوا. تعالي بس، ايه المشكله؟ تعالي ايه المشكله عندك في اللجنه النهارده؟ ايه اللي حصل؟ تعالي بس قولي ايه اللي حصل يا بابا. انا مش هقدر اقول حاجه، والله اعلم. نستنى النتيجه بقى. يعني مش امتحان الكيمياء كان اسوأ امتحان انا حليته في حياتي. تقولوا طويل قولوا الامتحان بكل المعايير وحش. قطعت علينا في نص الامتحان وفضلت اكتر من نص ساعه من غير نور ومن غير هواء، وكمان مانعين ان احنا كمان ندخل المراوح اللي هي اليدويه دي، مانعينها كمان. فتخيلوا بقى، والامتحان صعب ومش عارفين نحل حاجه. انا جت الساعه 12 و5 وانا كان في 4 اسئله لسه عماله افكر فيهم، ما ظللتهمش في البابل شيت ومش عارفه حتى افكر فيهم. هو جاي ياخد مني الورقه، قلت له استنى رحت عاملاه هبداهم الف ب ج د كده اي حاجه. هم بياخدوا مني الورقه برده، انا مش هلوم عليهم لان هم مش ذنبهم حاجه، ولكن برده الساعه 12 ودقيقتين كانوا حرفيا بياخدوا الورقه. انا ما اعرفش هم بيقولوا على امتحان الجغرافيا ولا اعرف هو كان جاي يعمل ازاي، معرفش سهل بقى ولا صعب، ولكن امتحان الكيمياء امتحان سيء بكل المقاييس. جه اسئله من الاسترشاد، جه اسئله من الاسترشاد 3 او 4 اسئله من ضمن 46 سؤال، دول اللي هيحلوا لي الامتحان، واسئله بدرجه. حاطط كل الاسئله الصعبه بدرجتين، مش عارفه افكر في السؤال، مش عارفه افكر. وهتقولي انت ما كنتيش بتذاكري طول السنه؟ والله العظيم يشهد عليا ربنا ان انا اكتر 3 مواد بذاكرهم العربي والكيمياء والاحياء. العربي والكيمياء عاد والله اعلم بقى الاحياء ايه اللي هيحصل فيها. والله العظيم ان كنت الكيمياء دي بالنسبه لي ما كنتش بذاكر حرفيا يعتبر غيرها. لو كنت بحل فيزياء كده وبشوف سؤال كيمياء قدامي، لا اقعد احل سؤال كيمياء بشهاده المدرسين واسمعكم راي المدرس بتاعي في مستواي في الكيمياء، وانتوا هتعرفوا هقول لكم لا دي كانت بتجاوب معايا وامتحانات كويسه واجيب 38 من 40، يعني انا اصلا بدرجتين بالكتير. ما اعرفش انا لغايه دلوقتي اصلا، انا من كتر التوتر انا مش فاكره انا اصلا انا نقلت ايه في البابل شيت ولا ظللت ايه. انا مش هقدر اقول حاجه، والله اعلم. نستنى النتيجه بقى، يعني مش هتكلم. ده مش امتحان يتعدى يا جدعان والله العظيم. نعمله ايه يعني؟ طيب دلوقتي انت يعني مثلا الامتحان ما يتحلش ولا ايه؟ الامتحان ما يتحل، الامتحان عايز يعدي، عايز مواجه، يعني المواجه ما يعرفش يحل الامتحان.
هو انتوا شايفيننا ايه؟ هو بتلعب حد الله ونعم الوكيل. مساء الخير، ما تعيطيش استني. تعالي يا مارتينا. الامتحان كان وحش قوي بجد، يعني تعبت طول السنه وما لقيتش في الورقه اي حاجه من اللي انا ذاكرتها خالص، وكله عضويه وحتى ما بتتحلش بجد. الامتحان وحش، انا ما لقيتش تعبي اصلا. استني يا مارتينا استني. ايه اللي كانت مشكله الامتحان؟ طب ما هي العضويه من المنهج يا مارتينا. ماشي، ما هي العضويه من المنهج بس صعبه قوي الامتحان. انا اتدربت على اسئله كتير لسه، انا ما لقيتش اي حاجه من دي جت، ما فيش اي حاجه. الامتحان مستواه فوق الممتاز. طب الامتحان وحش يعني اقول انت طالعه بنسبه قد ايه؟ ثانيه واحده، طالعه بنسبه قد ايه؟ ما تعيطيش صدقيني ربنا مش هيضيع تعبها. انت تعبتي انت وهي وربنا مش طول السنه تعبت معايا، وانا بجد تعبت. وكانت بتذاكر مذاكره عشان اذاكر. ربنا يعوض في المواد الجايه. ان شاء الله ربنا معاها ويعوض في المواد اللي جايه. عن نفسي انا كنت بذاكر من اول السنه مش عارف احل حاجه. الامتحان كان صعب، الامتحان كان واحد محتاج سماعه، محتاج واحد محتاج الامتحان من اول امبارح او امبارح كمان. صعب ما يتحلش بنسبه كبيره قوي، مفيش غير 3 4 اسئله يا دوب هم اللي يتحلوا بالكتير قوي. انا بس عايز اسال سؤال والله بجد، ليه الامتحان صعب كده؟ ليه تجيبوا الامتحان في مستوى طالب واحد معاه سماعه؟ حتى المقالي كمان، المقالي يعني صعب خالص وبالعافيه عم نحلوه، فاهم؟ طب احنا طبعا هنسيب الورقه، طبعا مش فاهمين حاجه، فطبعا مش هنسيب الورقه فاضيه، لازم نحل فيها اي حاجه عشان ما يعملناش بس بنتكلم حصل لنا حاجه، عملت لنا حاجه ولا اي حاجه. طب اخبار الامتحان يا ستي؟ لا هي اللي تعبانه. لو سمحت هاتي المذكره منها يلا. شوفي ده ابنتي وشنطتي فين وهاتيهم مش جاي. فالشغل حريصه المال ما اعرفش وقته اصلا ما يجيش ثانويه عامه. ده امتحان الاجرام السؤال يبقى حلو مثلا. طب والوقت كفى معايا؟ الوقت لا مكفي ولا فاهمين الاسئله ولا فاهمين القطع ولا عارفين نقرا الاسئله اصلا. بنكون متعودين ولا اي انا مش هقدر اقول حاجه، والله اعلم. نستنى النتيجه بقى. يعني مش امتحان الكيمياء كان اسوأ امتحان انا حليته في حياتي. تقولوا طويل قولوا الامتحان بكل المعايير وحش. قطعت علينا في نص الامتحان وفضلت اكتر من نص ساعه من غير نور ومن غير هواء، وكمان مانعين ان احنا كمان ندخل المراوح اللي هي اليدويه دي، مانعينها كمان. فتخيلوا بقى والامتحان صعب ومش عارفين نحل حاجه. انا جت الساعه 12 و5 وانا كان في 4 اسئله لسه عماله افكر فيهم، ما ظللتهمش في البابل شيت ومش عارفه حتى افكر فيهم. هو جاي ياخد مني الورقه، قلت له استنى، رحت عاملاها هبداهم الف ب ج د كده اي حاجه. هم بياخدوا مني الورقه برده، انا مش هلوم عليهم لان هم مش ذنبهم حاجه، ولكن برده الساعه 12 ودقيقتين كانوا حرفيا بياخدوا الورقه. انا ما اعرفش هم بيقولوا على امتحان الجغرافيا ولا اعرف هو كان جاي يعمل ازاي، ما اعرفش سهل بقى ولا صعب. ولكن امتحان الكيمياء امتحان سيء بكل المقاييس. جه اسئله من الاسترشاد، جه اسئله من الاسترشاد 3 أو 4 اسئله من ضمن 46 سؤال دول اللي هيحلوا لي الامتحان، واسئله بدرجه. حاطط كل الاسئله الصعبه بدرجتين. مش عارفه افكر في السؤال، مش عارفه افكر. وهتقولي انت ما كنتيش بتذاكري طول السنه؟ والله العظيم يشهد عليا ربنا ان انا اكتر 3 مواد بذاكرهم العربي والكيمياء والاحياء. العربي والكيمياء عد، والله اعلم بقى الاحياء ايه اللي هيحصل فيها. والله العظيم ان كنت الكيمياء دي بالنسبه لي ما كنتش بذاكر حرفيا يعتبر غيرها. لو كنت بحل فيزياء كده وبشوف سؤال كيمياء قدامي، لا اقعد احل سؤال كيمياء بشهاده المدرسين واسمعكم راي المدرس بتاعي في مستواي في الكيمياء، وانتوا هتعرفوا. هقول لكم لا دي كانت بتجاوب معايا وامتحانات كويسه واجيب 38 من 40، يعني انا اصلا بدرجتين بالكتير. ما اعرفش انا لغايه دلوقتي اصلا، انا من كتر التوتر انا مش فاكره انا اصلا انا نقلت ايه في البابل شيت ولا ظللت ايه. انا مش هقدر اقول حاجه، والله اعلم. نستنى النتيجه بقى، يعني مش هتكلم. كله سلف ودين